معلقة زبدة بلدي او سمنة بلدي كده على الرز بعد ما يستوي بتخلي طعمه وريحته في حتة تانية خالص. وطبعا الرز بشعرية اساسي في اكلنا 3-4 مرات كده في الاسبوع. تعالوا النهاردة اقولكوا على تريكات بسيطة جدا بعملها بتفرق جدا في طعمه. حل على النار، 3-4 معالق زيت هنزل عليهم بنص كيلو شعرية، وافضل اقلب فيها كويس جدا لحد ما تديني اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نقلبها باستمرار. وبعد الشعرية ما تتحمر معانا وتدينا اللون الذهبي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، حاولوا ما تغمقوهاش قوي لان هي بتفرق جدا في الطعم والشكل كمان. هننزل بكيلو رز مصري مغسول، وهنقلب الشعرية مع الرز 3-4 دقايق كده لحد الرز ما يتشوح كويس جدا، وكمان يتشرب المادة الدهنية اللي احنا حطيناها. ننزل بقى بمعلقة ملح ابيض ونقلبها كمان تقليبة، وبعد كده مية مغلية وكوباية شوربة. لو مفيش شوربة هنخليها مية مغلية بس. معيار المية بالنسبة لي بيكون عقلة صباع، ودي الطريقة اللي أمي عودتني عليها، أو إن المية تغطي الرز بالشكل ده. هنسيبه بقى يغلي، وأول ما يتشرب المية هنقلبه تقلبتين كده ونوطي عليه النار ونسيبه يستوي على نار هادية. وهنا خلاص استوى، وشايفينه مفلفل ازاي. يعني من دلوقتي هو مش محتاج اي حاجة خالص غير اي خضار جنبه وناكل وبس على كده. لكن التركية بقى اللي بتفرق جدا في طعمه معلقة سمنة بلدي او زبدة بلدي، ونقلب كده الرز معاها وبس على كده نطفي النار وناكل احلى رز بشعرية جنب اي نوع خضار.